فواز الحمد القائد. اسمع اسمع اسمع، ملعب النموذجي فواز الحمد. اسمع يا عم اسمع. خلود في الدور الثاني تغيرت الأداء. يا الله، هذا هو فواز الحمد. الفتحة التقدم هو لنادي الخلود. كرة عرضية يا مهند الحارثي، زرع في حلق مهند الحارثي. العرضية كانت رائعة من هذا اللاعب. ناصر فواز الحمد. شوف عبد الله العجيان، عبد الله العجيان على القائم الثاني. هذه الكرة والتغطية الدفاعية، تغطية دفاعية. ناقل يا مهند لهذا الدوري والناقل للبطولات العالمية من ضمنها الدوري الإيطالي. يا فهد يتصدر الدوري. هنا كرة أمامية، تغطية دفاعية. شوف تغطية دفاعية. بعد ذلك قلنا نادي الأخدود مساوى يرسل له كرة. بعد ذلك المساوى سلمان المساوى. عبد الله العجيان اللي شاهدناه مع نادي الأخدود. نادي الاتحاد يا مهند انتصر على الاتحاد، انتصار كان رائع. ونادي الفتح انتصر على الشباب. النادي تصفيات آسيا تحت سن 23 سنة اللي كان بطلها جابر. مباريات تستمر في دوري جوي وخطأ اليوم، ولا صوت يعلو إلا على هذه الكرة يا سعد الشرفة. ترش وعبد الله العبد المحسن. فواز أمامية الحمد، وانطلاقة يسارية. هذه الكرة انطلاق حزم في الرأس، وسيلعب نادي الخلود مع الجبلين، مع الجبلين في الجولة 14 من دوري جوي. إلى الخلف، تناقل بالكرة. القحطاني يلعب كرة أمام مرة الكرة في منتصف الملعب. التعادل 24 نقطة، يصبح في المركز السادس. يصبح أكثر اللاعبين قلنا يذهبوا إلى الفريق الأول، وشفنا سفياني مع النصر، شفنا لاعبين كثير مع الهلال. مرتدة لصالح إلى ركلة ركنية. قائم ثاني، قائم ثاني. ما زالت هذه الكرة. رافت التغطية الدفاعية وصلت في هذه اللحظات وعادت لنادي الفتح. قلنا النموذجي. توجيهات المدربين مستمرة. التوجيهات من نادي النصر، نادي الهلال، نادي الاتحاد، الفتح يلعبوا مع الفريق الأول. مراد خضري. الهلال تعادل إلى منتصف الملعب. 74 دقيقة، 74 دقيقة. دقائق منصات التواصل ما عندها شيء إلا هذه الأشياء يعني.